السلام عليكم، ان شاء الله راكم تكونوا بخير وصحتكم لاباس. لا فيديو تاع اليوم حتكون زيتون كاسي متبل الله الله. انا شحال وانا نستنى فيه باش تنحالو المروريه، يعني تقريبا فايته سمانه، وباش نستناه حتى وين يعني يتبل حيفوت تاني بزاف واحد 20 يوم. قلت لي ما نحط لكم لا فيديو، وان شاء الله نهار يتبل معايا ونهار نفتح لي بوت حنشارك معكم هنا فيديو قصيره تابع لهادي. ان شاء الله لا فيديو تكون يعني تعجبكم وتنال اعجابكم. ديروا جيم واشتراك في الحساب ونبداو ان شاء الله مع بعض. وهاد الوصفه جبتها من عند قناه معروفه يعني وعندها مصداقيه، هي لميا كويزين. ان شاء الله كما قلت لكم كي يوجد معايا والطريقة حنشارككم. الثانية اللي نحبها أنا يعني في الزيتون هي هذه اللي تعبزوا يعني تضربوا الزيتون تاعكم، تجيبوا ساشي هكا ترونسبارونت باش تبان. يعني هذه حبيت نوريكم برك طرق، لأنه كما قلت لكم باللي الزيتون راح يطلق يطرش ويطلق الماء تاعو هذاك، والماء تاعو يكحل حاجة. دونك نجيبوا حاجة هكا اللي نخبطوا بها مارطو ولا حلال ولا كشباطة هكا ولا كاس، تخبطوا الزيتونات تاعكم بهذه الطريقة. حيقعدوا داخل الساشي ومن بعد لوحوهم داخل يعني القريعه تاعكم ولا البيدونه تاعكم. شوفوا كيفاش تقسم هذا الزيتون اللي يكون كاسي ولا يكون هكا مكسر. فوالا لازم يتكسر بهذه الطريقه، ما لازمش يتفتح حتى وين تروح العظمه، وانما لازم يتفتح حتى وين تبان العظمه بهذه الطريقه، باش نتاكدوا انه المروريه كي نبدلوا له الماء رايح يتبدل الماء وراح يتنحى له هذيك المروريه. هذه هي سما تقدروا يعني كيما قلت لكم ديروا ساشي ترونسبارونت باش كي يطرش ما يطرش عليكم. كيما تقدروا يعني الحبات كاع تفرشوا هكا يعني بابي ترونسبارون ولا فوق طابله ولا فوق البوطاجي خير ولا في الارض. فراشيه هكا ترونسبارون ولا طواسيري ولا، وحطوا كاع شوفوا الماء تاعو كيفاش يقطر. شتو هذاك هو اللي راح يولي كحل في اليدين. قلت لكم تقدروا توصيوا تفرشوها في الارض وتبداو هكا بالحلال ولا بهذيك اللي تخبط اللي تديروا بها الكسره، اللي تعبزوا بها الكسره. هذيك تقدروا يعني تخبطوا بها كاع الزيتون تاعكم حبه مرحبه حتى وين يعني يتكسر ويبان العظمه من الداخل. نلوحوه في القرع ونبدلوا له الماء، نعمروه بالماء نخلوه ليله كامله. وبهذه الطريقه شوفوا غدوه من داك كي خليته ليله كامله، شوفوا كيفاش يعني طلعوا لي زاسيت تاعو كامل والماء ولا كحل. المروريه يعني تبدا تخرج من الزيتون. كل يوم شوفوا عندكم طريقتين، إما كل يوم صباح وعشية مدة 5 أيام، سما 5 أيام صباح وعشية صباح وعشية بدلوا الماء. هذه طريقة سريعة باش تبدلوا الماء. إما ديروا نهار كامل مدة 10 أيام، أسبوع حتى 10 أيام، سما كل يوم الصباح مدة 10 أيام وانتم تبدلوا الماء تاع الزيتون. في النهار الخامس ولا السادس باغ اكزومبل اذا بدلتوا كل 10 ايام ذوقوا الحبه تاع الزيتون تاعكم. اذا كانت مره كملوا بدلوا لها الماء، والزيتون ما راحش تنحى له المروريه يعني 100%، راهي رايحه تنحى شويه وتقعد شويه مروريه. هذيك المروريه اللي تقعد فيها شويه مليحه للجسم تاعنا، ومام طون لازم تبقى فيه باسكو رايحين نديروا الماء والملح حيت تسقم يعني تعتدل نوعا ما. هنا دو بريفيرونس القريعه تاعكم هاد القرع تقبوها من الفوق بالموس باش ما يسيحوا لكمش، ولا باش كي تفتحوه ما تطرطقش باسكو قلت لكم الزيتون فيه لي زاسيد يبدا يطلق لاسيد تاعو. دونك كي تفتحوا الجيريكا تاعكم تسيبوها ترتبق شغل تسيبوها طرطقت باش ما يطرش عليكم وما يخلعكمش، ولا كابابل طير هذيك البوشونه تخلعكم ولا طير فيكم. دو بريفيرونس نتقبوه غير شويه. هنا كما راكم تشوفوا بدا يكحل لي الزيتون وبدا يتبدل اللون تاعو باسكو راني نبدل له الماء يوميا، وميم طون رايح تنحات له الكحوليه. هنا بعد ما تاكدت انه هذاك الزيتون كامل راحت له المروريه تاعو كامل، هنا جبت زروديه وجبت كامل لي زانغريديون تاعي باش ندير معاكم النوع الاول تاع الزيتون كاسي اللي راح يجي بزاف بنين ومشرمل باذن الله. انا دوكا خدمته معاكم صراحه باذن الله نهار يوجد لي راح نشاركه معاكم، مانيش حابه نطول. اني قادره شغل حبيت لو كان نستنى حتى وين يعني يتخدم كامل، بصح انا سانسيرمون يعني غير كيما خدمته قلت نشارك معاكم سما شحال وانا نبدل له في الماء واستنيت كاع هاد المده. وبعد تيك شغل طولت عليكم، شوفوا تقريبا فايت اسبوع راهي قريب اسبوعين. سما لو كان نزيد نستنى دوكا حتى وين يعني يتبنن ويتشرمل ما راح نجيبها حتى لشهر ولا فيديو ما نحطها لكمش. سما دوكا تيك نعطيكم النصيحه ونعطيكم الطريقه، اما يعني الباقي حيكون عليكم نتوما كي تخدموه. استناو هذيك المده وراح تذوقوا ان شاء الله البنه. انا دوكا تيك راهم مخبي يعني بكل صراحه. ها هو شوفوا بعد ما نحيته شوفوا كيفاش ولا اللون تاعو راحت له هنا المروريه شويه برك قاعده تمشي حاجه يعني ما ديرونجيش هذيك المروريه تاعو. هنا غسلته الغسله الاخيره يعني شللته بيان، نحيت له الماء الكحل وحطيته هنايا في كاش يعني باسينه تكون كبيره. راح يعني نبدا نشرملو معاكم.
عندي هنا لي كاروت، ديروا الكميه اللي حبيتو، قطعتها انا بهذا الشكل. عندي هنا القارص، حبه تاع القارص حنحي لها القشور، دو بريفيرونس ديروا حبه شويه كبيره، حنحي لها القشور فوالا، ونحطها مربعات باللب تاعها يعني كومبلي بهذيك بالدخلاني تاعها. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نسحق تاني زعتره، نسحق الرند، نسحق تاني الملح الصخري ولا الملح الخشن، تلقاوه عند اللي يبيعوا لوازم العشاب ولا العطار، تلقاوه تما روحوا شريوه، قيس 20 عارف يعطيكم كونتيتي كبيره. ما ديروش، هو يقول لك دو بريفيرونس ما ديروش الملح العادي تاع اليود تاعنا، ديروا الملح الخشن تاع البحر، هذاك هو اللي راح يعني يحافظ لكم على الزيتون تاعكم. داكوغ، هذه باش نتفاهموا عليها. ومع ذلك نتوما والتوابل تاعكم، تقدروا ديروا قزبر حب، تقدروا ديروا معدنوس، تقدروا ديروا كمون حب، تقدروا ديروا تاني اي نوع تحبوا ديروا الكركم، تحبوا ديروا فلفل الاحمر، شغل هادو كامل تقدروا ديروهم مع بعضهم، ماشي شرط ديروا زعما كل حاجه وحدها، نو، تقدروا كومبلي ديروهم مع بعضهم، تحطوهم مع زيتون. كيما تقدروا يعني تحطوا حاجه وحده، باغ اكزومبل تحطوا كركم ماشي فلفل الاحمر، تحبوا ديروا كمون مع زريعه بسباس، تحبوا ديروا زريعه البسباس وحدها. دوك نتوما احرار في هذه، انا نعطيكم لي شوا كامل وانتم كونوا احرار. اذا لاحظتوا هنايا كنت قشرت حبه تاع ليمون ونحيت لها القشور وحطيتها، قطعتها مربعات وحطيتها، وحطيت ليمونه شرائح بهذه الطريقه. نسحق هنا ملعقه كبيره حتى 2 ملاعق كبار تاع الكركم، من الافضل يكون يعني كركم اللي يطلق اللون تاعو يكون الشباب. هذا تاع الساشيات صراحه انا شفت خدموا به في الانترنت، قال لك هو المليح بارابور يعني تاع الميزان، بصح صراحه انا درت به مازال ما شفتش نتيجه يعني معينه. درت انا شويه كركم، يعني اذا عندكم حب ديروا حب، انا درتو هنايا بودر، وهنا عصرت حبه ليمونه سما اونتوغا. نتوما دو بريفيرونس تعصروا حتى ل2 حبات حتى ل3 حبات تاع ليمون مع هاد يعني جيريكا تاع الزيتون، تقريبا نقولوا 1-2 كيلو تاع الزيتون حتى 2 كيلو حتى ل3 كيلو، قولوا 3 حبات ليمون مع ليمونه مقشره مع ليمونه شرائح. هذه هي 2 حبات حتى ل3 حبات زروديه، فلفل الكحل، بلوتو الكمون والكركم. هنا راني ندير في الملح، يعني درت ملعقه كبيره في الاول، مازال نزيد الملح، ملعقه كبيره تاع الملح الخشن، شوفوا كيفاش عامل ملح خشين، فوالا هنا راني نوريلكم فيه بلي ملح الخشين. درت ملعقه كبيره تاع الملح الخشين، ونزيد ملعقه كبيره كما قلت لكم تاع السكر، سكر عادي حبيبات اللي راهو نديرو في القهوه. الطريقه هذه شفتها عند يعني اخت تركيه، ماشي تركيه، هي كويزين لاميا نورمالمون، هي جزائريه عايشه في تركيا، دارت له ملعقه تاع سكر، يعني التركي نوعا ما هذا النوع تاع الزواتن. ودرت هنا 2 مغارف كبار هما يديروا زيت الزيتون، بصح انا فضلت اني ندير الزيت عادي باش يعني يذوقوا معايا تاني الناس اللي ما تاكلش زيت الزيتون. هذه هي. فوالا، هنا كنت شرملتو هادو هما يعني كامل التوابل اللي درتهم، وتبداو تخلطوا فيه، يعني خلطوه كامل بيديكم، دو بريفيرونس تكون باسينه كبيره. ومن بعد نتوما على حساب يعني عينكم ميزانكم، اذا شفتوا يعني بلي لا كولور راهي محتاجه كركم زياده، زيدوا شويه كركم، شويه هكا زيت زيتون، وخلطوهم يعني بيديكم دو بريفيرونس. في هذه المرحله الورق الغار ولا الرند بزاف تاني مهم، هو يعتبر كماده حافظه. كاين تاني اللي يديروا له لاسيد سيتريك، هذيك اللي تندر في الشربات ولي جو، هذيك تاني تعتبر كماده حافظه، يديروا مغرف صغيره تاع لاسيد سيتريك، يعني كل واحد راهو حر. وكاين اللي يديروا الخل. في هذه المرحله انا عندي تاني راح نجيب تقريبا نقولوا 4 كيسان تاع الماء مع 4 مغارف كبار تاع الملح الصخري ولا الخشين، نسيي ندوبهم فيه. الماء هنايا تاع الزيتون دو بريفيرونس ما يكونش ماء الحنفيه، انا عندي هنا ماء تاع لا سورس يعني تاع المنبع ديريكت تاع الجبل. نتوما اذا ما عندكمش ديروا الماء تاع الحنفيه، غلوه تري بيان حتى تنحوا له هذيك الماده اللي تكون فيه الكالكيرو كامل، وحطوه في قنينات هكا يكونوا معقمين يعني مغليين وبالماء سخون، وخليتوهم يبردوا وحدهم. انا هنايا كنت نحط في الزيتون تاعي، واختاروا يعني هكا الوان تاع اللي راهي كامل مخلطه زروديه مع زيتون. في لي كوتي دو بريفيرونس ديروا تاني القارص لاصق في القنينه من الداخل ولا في البلاره، هكذا باش يعطي اون ايماج يعني شابه كي تشوفوها بالعين. داكوغ، هكا باش نكونوا بيان داكوغ باللي القارص حيعطي واحد اللون بزاف شباب. وهنايا كتكونوا تحطوه في الزيتون تاعكم، سيو حطوا الزيتون وميم طون ضغطوا، يعني ديروا اون بريسيون لداخل باش يعني يهبط كامل هذاك الزيتون تاعكم، وكي يترقد تري بيان. وميم طون لازم يكون معبز، على بالكم المكدوسات كما يقولوا لهم، حاجه مكدوسه ولا حاجه اللي تكون هكا يعني جينيرالمون تكون مخلله، تكون يعني مكدوسه خير من اللي تكون تلعب وحدها في الماء. فوالا هذه هي.
وتاني نهار تجو ديروا هذه يعني طريقه تاع البلارات تاع الزجاج يكونوا معقمين كما قلت لكم او ميم طون يكونوا صغار، باش هكا نهار تجبدوا يعني الزيتون تاعكم وتبداو تخدموا به. ما تبداوش يعني تخدموا بكميه كبيره او ميم طون او بوين وين تخسر لكم. سما دو بريفيرونس يعني تخدموا بهذيك الكميه صغيره، يعني بلاره صغيره تجبدوها هذيك لا سيمين ولا هذاك اليامات، وهذه هي تكفيكم يعني بلا ما تخسروا الباقي. بالنسبه هنايا كي بعد ما حطيت البلارات تاعي كامل، هنايا كنت هذاك الماء اللي قعد لي اللي كنت يعني القارص والتوابل وكامل اللي قعدوا في الباسينه تاعنا، ولا نعاود نرجعهم كامل داخل البلارات باسكو البنه كامل راهي تما. بهذه الطريقه هما الاولين. ونجيب هذاك الماء اللي كنت درته معكم تاع ريتلا ولا 4 كيسان تاع الماء، يقابلهم 4 مغارف كبار تاع ملح صخري او ملح خشن. تقدروا ديروه. هنا درت شرائح تاع ليمون في الاول بلوتو، راح نبدا لكم قبل نعاود يعني نفهمكم. شرائح تاع الليمون باش هكا يغطوا لي الزيتون تاعي وما يكحالش. في هذه المرحله تقدروا ديروا شويه تاع هكذا شويه تاع توم. انا ما كانش عندي، درت لهم من الفوق مغرف تاع ملح خشن او ملح صخري، وندير الماء تاعي. الماء هنايا يعني ديروا الربع بلوتو ديروا حتى للربع يعني ثلث البلاره. راكم تشوفوا معايا، شوفوا وصلت الماء حتى الفوقه، خليت تقريبا واحد الان دوا ولا دو دوا تاع يعني فراغ، باش يعني الكميه اللي راح تبقى تاع البلاره حنكملها زيت الزيتون ولا زيت عادي. كما قلت لكم اذا كنتم من عشاق زيت الزيتون وتاكلوه ديروه، اذا ما كنتوش من محبينه ديروا زيت عادي. هي من الافضل نعيد ونكرر باش ما يجونيش تعليقات سلبيه يقولوا لي نورمالمون ديري زيت الزيتون. قلت لكم باللي زيت الزيتون اللي يحبوه دو بريفيرونس ديروه، بصح ماذا ما تحبوش ولا كاين ناس راح ياكلوا يعني معاكم الزيتون ولا فلافامي بيان سور ما ديروش زيت الزيتون هكا باش يعني كاع العائله تذوق منه. ان شاء الله يعني الطريقه تكون مفهومه. هنا تغطوه بالغلاف البلاستيكي هو الاول باش ما يديرليش ديك الطبقه الكحله في الملفوقه في الماء تاع الزيتون. غلقوهم مليح بالغلاق يعني بالغلاق البلاره، وخبوه في مكان يكون يعني دو بريفيرونس يكون مظلم وبارد. انا للامانه بما انه اول مره نجرب هذه الوصفه ونجرب هذه الطريقه تاع الزيتون، فدرته في مكان بارد بصح ماشي مظلم، درته في الفريجيدار. دوك ما على باليش اكزاكتومون نسيت الطريقه هذه، وباذن الله يعني تنجح معايا باذن الله، لانه على بالي بلي الوصفه المنقوله بزاف يعني مولاتها يعني اهل ثقه. المهم انا باذن الله يعني ما على باليش اكزاكتومون اذا راح نستنى حتى وين يعني يطيب الزيتون تاعي بالملوحيه والقارص، ولا يعني حنحط لا فيديو معاكم يعني ديريكت. ورايي يعني الزيتون بعد ما يطيب حنمد لكم نهار واحد اخر